مرحبا حبايبي، مساكم الله بالخير. اليوم راح احكي لكم على مدينة فرايبورغ اللي هي بألمانيا. لا تنسون الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو ويلا نبدي. مدينة فرايبورغ هي مدينة حدودية ما بين سويسرا وفرنسا، وتقع يعني جنوب غرب ألمانيا، وهي من المدن اللي جدا معروفة بالطبيعة وبالغابات السوداء اللي الكل يسمع عنها. أول معلم راح أشوفكم إياه هو الزي بارك، اللي هو بارك كبير يعني وبحيرة طبعا بيه، معروف كلش. الألمان يحبون دائما يجون يعني عليه من المدينة لأنه هو هادئ ومنعزل، سكن الطلاب اللي يعني ساكنة بيه كلش قريب عليه. هاي البحيرة والأراضي اللي داير مدايرها تكون مساحتهم تقريبا 35 هكتار، وهي من أكثر الأماكن اللي محبوبة عندهم أهل المدينة فرايبورغ، يجون يزوروها خاصة بالصيف أو لما الجو يصير حلو، لأن المي حيل نقي بالبحيرة وأغلبهم طبعا يسبحون بيها. ويعني هسه من تشوفوني أنا صورت لكم هنا هدوء لأن كان الجو شوية بعده بارد. هسه من بدأ الجو يدفى وصار الصيف بعد تكون دائما مليانة، يحبوها لأنه داير مدايرها هواي طبيعة، وأكو أماكن يقدرون يسوون بيها رياضة، وأكو ملاعب رياضية، وهي تعتبر يعني أكبر حديقة إلى جانب الحدائق اللي موجودة داخل السنتر مالت المدينة. حديقة كلش كبيرة عامة، فيها هواي شغلات ترفيهية مثل ما قلت لكم، يعني ما عدا للرياضة أكو عند الأطفال باركات صغيرة بيها ألعاب، وأكو هواي يجون يصيدون سمك هنا، وأكو طبعا اللي يجي فقط على مود السباحة أو على مود يسوي بيكنيك يعني. فكل شي موجود هنا طبعا، مثل ما تشوفون البط والحيوانات والبجع كله موجود على طول الوقت. طبعا هم بيها أسماك أنواع مختلفة وبيها سلحفات، يعني بيها أنواع الحيوانات خلينا نقول. وهم يفضلون أصلا يجون هنا يكونون بين الحيوانات والطبيعة، ويجيبون حيواناتهم الأليفة، يجيبون أطفالهم ويجون يستمتعون بيها. مثل ما قلت لكم اكو فعاليات مختلفة ممكن يسووها، فمن ضمنها هذا البيت الخشبي او الكوخ تقريبا، بس هو حجمه كبير مصنوع من الخشب، يقدرون الناس يجون يقعدون بيه او يحتفلون بيه او ياكلون بيه. وهو بطابقين اثنيناتهم يطلون على هذا المكان البحر، وصايرين فوقه بحيث اللي يريد يشوف تحت حتى يبين من خلاله شنو اكو جوا الماي وكبار ذاك البرج العالي اللي هم تبين عند المدينة بالكامل. ومن نطلع نتمشى من حدائق الزي بارك نفسه، نقدر نروح لمحطتنا التالية اللي هي الحديقة اليابانية. هي حديقة مو حيل كبيرة، بس حديقة بالديزاين الياباني والزرع كله ياباني، حتى المي والأسماك كل شي ياباني. أنا من رحت لها كانت الأسماك مع الأسف موديها شايليها لأنه الجو كان بعد ما يساعد يخلوها برا والمي ماكو. هاي الحديقة صممها بسنة 1990 مهندس ياباني اسمه توكوموتو، هو وياه 10 مزارعين ألمان، يعني هم مسؤولين أو شغلهم بالحدائق فقط، صمموه. ولحد هاي اللحظة شركته هي المسؤولة عن رعاية هاي المزروعات اللي بيها. مساحة الحديقة كلها 3500 متر مربع، بس مثل ما قلت لكم هي يعني مو كلش كبيرة من نمشي بيها نحسها، بس يعني بديعة جدا جدا. هذا البير ينزل بيه مي المفروض. خلصنا من الحديقة اليابانية، بس نبقى بالطبيعة. وهنا أنا أخذتكم أهم تلفريك بفرايبورغ. طبعا أكو أكثر من واحد، بس هذا أعلى واحد، يعني يوصل لأعلى مسافة ما بين كل الباقين، وتقريبا يظل ربع ساعة يعني بس يصعد، كلش عالي ويوصلكم لقمة الجبل. مو بس التلفريك اسمه شاو إنسلاند، وإنما الجبل نفسه اسمه شاو إنسلاند، وهاي بالمترجمة من اللغة الألمانية معناها إنه انظر داخل البلد. هاي المكان بالنسبة لهم كلش مهم، لأن هم يحبون الطبيعة مثل ما قلت لكم ويحبون الرياضة، فهنا يجون هواي حتى يتسلقون أو حتى يمشون. هي من أهم الرياضات بمدينة فرايبورغ، وأصلا هو اللي يريد فقط هدوء ويطلع من ضجيج المدينة يجي هنا ويبقى. وهنا دا أشوفكم طريقة النزلة هم حتى تشوفون ايش قد عالي، لأن من فوق المدينة كلها كانت تبين بالكامل.
طبعا مدينة فرايبورغ مدينة مو كلش كبيرة مثل ما قلت لكم، بس أكيد بيها سنتر، ومثل كل المدن بيها كنيسة مشهورة ومعروفة. كنيسة فرايبورغ معروفة اسمها المنستر، وهي فعلا كبيرة. المنستر هنا مشهورة كلش لأنه عند هذا البرج العالي، وهم يعتبرون أنه هذا البرج هو أعلى برج بالعالم، أو أعلى برج كنيسة بالعالم، مثل ما أحد المهندسين في العصر السابق سنة 1800 قال، فهم يشكون أنه هو هذا البرج المقصود، والله العالم. هاي الكنيسة بالنسبة لهم يعني تراثها قديم، انبنت بسنة 1200 أو بدأت تتأسس بسنة 1200، وكان عصر الرومانتيك، المفروض ستايلها يكون رومانتيك. بعدين بسنة 1230 تولى البناء غير يعني بأمر من الوزير غير شخص، وحولها لستايل الجوثيك اللي هسه تشوفوه بيه مثل أغلب الكنائس اللي انبنت بهاي العصور بأوروبا. سنة 1827 تحولت إلى كاتدرائية، وصارت النقطة الأهم بالنسبة للديانة المسيحية داخل مدينة فرايبورغ، وبعدها لحد هاي اللحظة. النقطة التالية المهمة هي المنستر ماركت. أول ما تطلعون من المنستر اللي هي هاي الكنيسة راح تلاقون هذا الماركت. هذا مفتوح 6 أيام بالأسبوع، ويبيعون بيه الشغلات اللي هي هاند ميد أو من حدايقهم زارعيها أو صانعيها من الخشب، لأنه هي المدينة هاي معروفة على أنه هي تحافظ على البيئة وتستخدم الشغلات اللي مصنوعة فقط من الطبيعة، وكلش يأكدون على هذا الشيء. أكثر شيء جذب انتباهي بالسوق هو الورد، لأنه كانت يعني بالإضافة لأنه أشكالها كلش حلوة وأنواع مختلفة، أسعارها كلش مناسبة مقارنة ببلداننا. يعني بوكيه كبير ب15 يورو، وأكو ب10 وأكو أقل. فكلش حبيت الألوان وحبيت أصورهن، وظليت كلش هواي واقفة. وبالمناسبة عندهم هواي هم من هاي العربات اللي تبيع ورد وتبيع شغلات طبيعية مثل زيت الزيتون، لقيناهم هواي عرب يبيعون يعني زيت زيتون وزيتون وشغلات هم مسويها. هذا الممر المائي الصغير هذا اسمه البشرة، وهذا هنا يجي من نهرهم، ومعروف المرة اللي توقع بيه راح تتزوج واحد من هاي المدينة، فهاي عندهم إشاعة معروفة. بعد ما كملنا مرينا على شيء اسمه فلومات، اللي هو سوق أو يعني خلينا نقول تجمع ممكن يبيعون بشغلات قديمة مستخدمة أو انتيكات. وجذبتني كلش هاي البسطيات اللي يبيعون ألعاب ويبيعون الكوميكس والكتب المصورة، وأنا كلش أحبهن، فحبيت أصورهن. لأن طبعا أكيد نغصت الأهل بلدي والأصدقائي، أدري بيهم مش قد يحبوهم، وأختي من الناس لأنه كلش يحبوهن، وهنا كانت أسعارهن يعني كلش زهيدة، بس ببلدنا ما متوفرين. طبعا موجودين بس يعني واحد ما يقدر ينقلهم أو يشحنهم، وكانت متوفرة بكميات كبيرة وأنواع وأشكال وشغلات قديمة وحديثة، وصورت لكم إياها هواية. هاي هنا مجلات دونالد داك، أو يعني هي هاي الكوميكس مال دونالد داك اللي يتذكرها من أيام الطفولة موجودة. طبعا الأعداد كلش قديمة لأنه هذول بعد ما يتصدرون، أو اللي يتصدرون يعني ما تكون هيك موجودة. كانت مثل ما قلت لكم سعرها تقريبا يورين أو 3 يوروات للقطعة، يعني شي كلش قليل ورمزي، حتى أقل من اللي ببلداننا. والحلو إنه هي هاي أغلبها ناس تجمعها وبعدين تجي تبيعها، يعني مالتهم بس حيل محافظين على النظافة والترتيب مالتهن. وهسه هم راح أشوفكم الألعاب شلون مرتبيها وشلون محافظين عليها بحيث إنه يقدرون يبيعوها. والألمان شعب حيل يحب القراءة، فتشوفون يعني أغلب البسطيات بين وحدة وحدة راح تلاقون الثانية كتب، وهاي الكتب تكون يعني ملكهم يشتريها يقاريها مرة أو مرتين، وبعدين يريدون يبيعوها بسعر رخيص، مو فقط لغرض الاستفادة وإنما حتى غيرهم هم يستفاد. كذلك الألعاب، يعني مثلا هو أخذها جمعها استفاد من عندها، أو أطفال لعبوا بيها، بس ما عندهم شيء اسمه تبذير، أو بصراحة هو مو تبذير وإنما مضرة للبيئة، فيفكر يبيعها حتى إنه ما يأذي البيئة، لأنه ما راح تتصنع أكثر وراح تظل تستهلك من واحد لواحد. حيل طولت يم قسم الألعاب طبعا، لأنه يعني كلش أحب الألعاب أنا الصراحة، ويعني هم عندي قسم أجمع من عندهم، بس هذول كلش حبيتهن لأن كانوا كلش نظيفات، بس طبعا حيل غاليات، يعني الوحدة ب10 يورو، يعني تطلع تقريبا 20,000 عراقي، فكلش هواية. بس إنه واحد يعني يروح يستمتع بيهن. وهاي السيارات اللي همتين كلش معروفة، هاي تجي دائما هنا كإعلانات الصراحة، ويجمعوها، يعني إعلان مال شركة جبن أو شركة البيبسي أو شركة اللبن أو أي شيء، ويجمعوها وبعدين يبيعوها. باليوم التالي أخذتكم لمجموعة متاحف، كان بيومها الدخول مجاني،
ورحنا فرينا على المتاحف. طبعا هو متحف واحد وما أكثر من واحد، فهذا كان أول متحف للفن. ودخلنا بيه، كان الكافيه مالته كلش حلو. أول شي تريقنا بالكافيه وبعدين بدينا بالفرع. فكانوا هم أصلا مصممين بطريقة كلش حلوة، كلها ورد وطبيعة مثل ما تشوفون، والبناية أصلا قديمة، فواحد يحس روحه بأجواء حيل حلوة. يعني كانوا مرتبيه بصورة كلش حلوة، إنه هو أصلا ممكن يرام بس يكون كافيه أو مكان واحد يروح ياكل بيه، مو إلا متحف. بس الفكرة حلوة شلون دامجيهم المتحف ويا الطبيعة ويا الأكل ويا اللوحات والفن، بناية قديمة ومرتبيها بهذا الترتيب، وبالتالي هي تبقى متحف. المتحف التالي اللي رحنا له هو متحف الطبيعة أو متحف الأحياء يسموه، طبعا للبشر والحيوان والنبات. وهنا تشوفوه هو مصممين طبعا للأطفال أكثر شيء، يجون إما ويا أهلهم أو يجون بسفرات ويا المدرسة أو بالروضة حتى يثقفون الأطفال، وهذا الشيء كلش أحبه. حتى مصممين المتحف بطريقة معينة بحيث أنه يسوون بمثل مختبرات للأطفال وبطريقة لعب حتى يستكشفون هاي المعلومات ويصيرون يحبوها، بس الطريقة أنه يعني تكون مبهجة لهم ويتونسون بها ويلعبون. يزوروا طبعا الأطفال يعني لأنه هو تعليمي أكثر، بس اليوم لأنه اليوم مفتوح وكلنا مجاني، فطبعا احنا هم جينا نزورهن. وهذا هنا فقط جزء حتى أشوفكم شلون يلعبوهم ويعرفوهم بطريقة معينة حتى يتعلمون على هاي الشغلات، وخلي لهم نحل هنا. وهاي شغلات مختبرين للأطفال. المتحف مقسميه بعدة أقسام وملونيها طبعا، هسه مثل ما شفتوا قبل شوي وين الحيوانات والحشرات والنبات. وهنا هذا القسم هو قسم الشغلات المائية، وببعض الأسماك، بي طبعا بطاريق ومحار. وبعد أكو قسم ثاني اللي هو هسه راح نتوجه له، اللي قسم الأحجار الكريمة أو الشغلات اللي يستخرجوها من الطبيعة. وهو هذا القسم مثل ما تشوفون هاي البنية جاية تلعب، وهنا خالين أنواع الأحجار المختلفة الكريمة. أكثر شيء عجبني بهذا المتحف هي هاي اللوحة اللي هم مفصلين بها التليفون الآيفون بالضبط من كل مواد، يعني شلون انصنعوا من أي قطع، وكل قطعة من مادة طبيعية مستخلصة. وبعدها طبعا مشينا تقدرون هنا تشوفون مثلا بالمكبرات خالين واحد حتى يقدر يتفحص هاي الأحجار، فراح تشوفون أكو أنواع مختلفة من المكبرات وكلش هواية أنواع من الأحجار، وكل واحدة عليها معلومات. معلومة تفيدكم انه اغلب متاحف اوروبا بداخلها دائما سماعات، تقدرون تاخذوا هاي السماعات تكون مجانية حتى تسمعون بخصوص كل قطعة شنو اللي يعني شنو الحدث اللي صاير او شنو التفاصيل مالتها، فتقدرون تاخذون هاي السماعة وياكم. ودائما اكو يوم بالشهر او بالاسبوع يكون الحجز مجاني، بس لازم تحجزون اونلاين طبعا، يكون مجاني وتقدرون تدخلون لهاي المتاحف مجانية. شوفوا وراي راح ادخل لها، هاي بيها احجار كريمة بس تضوي بالليل، فراح ادخل وراح تشوفوها. مصممين الغرفة بطريقة جدا حلوة، الغرفة حيل ظلمة وسوداء أصلا، وندخل لها موجودة هاي يعني اللائحة قدامنا اللي بيها الأحجار ومضويها حتى تسحب الضوء وتمتصه. بعدين أكو دقمة جوا ندوس عليها حتى ينطفي الضوء وهي تطلع الأحجار تضيء لنا. وسبحان الله كانت يعني أحجار عجيبة غريبة ألوانها، وفعلا مجمعة هذا الضوء بداخلها وتعكسه، يعني مو عبالكم أكو ضوء معين يعني دي يأشر عليها أو شيء، لا هذا الضوء طالع فعلا من الأحجار نفسها. وهنا بنفس المتحف خالين هاي القطع اللي هي لعبة حتى يتعلمون الأطفال شلون الكرة الأرضية مبنية، وين كل شيء موجود، وين كل قارة موجودة، وين البحار موجودات. خلصنا من متحف الطبيعة وتحولنا لمتحف الكنائس. هذا المتحف صاير بنص السنتر وهو بتاريخ الكنائس. اللي تشوفوها هنا هي هاي مجسمات أو تماثيل يخلوها عادة على الكنيسة، راح تشوفوها هسه هم جايبيها هنا يعني مال وحدة من الكنائس وعارضيها فقط داخل المتحف. هاي التماثيل تبين لكم صغيرة من تطلعون من برا وتشوفوها معلقة على الكنائس، بس هي بالحقيقة كلش كبيرة، فهم جامعين عدد من عدها وخاليهم هنا، ومجمعين شغلات ثانية من كنائس أخرى وجامعيها كلها بهذا المتحف. طبعا أول مرة أشوف بأوروبا هيج متحف، يعني الصراحة
انه مجموعة بيه شغلات من عدة كنائس، والا عادة واحد يدخل الكنيسة نفسها ويزورها. فهنا تشوفون خالين الواح، وراح تشوفون بعدين خالين قطع من الزجاج هذا الملون يصير دائما داخل الكنائس اللي مرسومة عليه هاي اللوحات، ومجمعيها كليتها بمتحف واحد. حتى هنا شفناهم جايبين واحد يعني من الأورجات اللي دائما يتخلى بكل الكنائس، بكل كنيسة اكو بيها أورج اللي هو يعزفون بيه، بس تفاجئنا لأنه هو كلش كبير حجمه، صعدنا من فوق شفناه فتفاجئنا الصراحة، وتعجبنا شلون قدروا يدخلوه هنا بهذا المتحف أو يشيلوه من مكانه، ورغم هذا ناقليه بحذافيره ومرتبيه راجعين هنا ومرتبيه وخالي. فلقينا هواي شغلات، حتى الجام اللي هسه هذا تشوفوه اكو اكبر من عنده، احجامهم كلش كبيره بس ناقليها بصوره بحيث محافظين عليها ومرتبيها، وشكلها كلش حلو، مصممين لها غرف ظلمه او غرف يعني مضويه حسب شلون حتى انه تكون واضحه اكثر. رابع وأخير متحف زرناه بهذا اليوم اللي هو مثل ما قلت لكم هو المتاحف المجاني، هو المتحف الأثري. هنا خالين الكنيسة اللي شفتوها بالبداية وياي، خالين هنا المجسمات مالتها شلون بنوها. والحلو بيها انه اكتشفنا انه هذا السوق اللي شوفتكم اياه المونستر ماركت كان من زمان، من سنة 1800 وقبلها 1600 و1300 و1200 من أول ما أسسوها هو أصلا موجود بس بطرق مختلفة ويبيعون به كل أنواع البضائع. طبعا هاي الشخصيات كلش صغيرون مسويها، يعني كلش صغيرة بس مصمميها وخالين وياها كل التفاصيل بحيث أنه تكمل الصورة بالكامل. وهنا هذا اللي قبل شوية التلفريك اللي شوفتكم إياه مسويه هنا مصمميه بصورة صغيرة يعني حتى مصغرة الناس كلها تقدر تشوفه. وهنا المدينة هماتين مسويها بصورة مصغرة شلون كانت بعصر 1600 من كانت بعدها مغلقة ومدينة قلاع قديمة. هذا الكتاب من كثر ما هو قديم تشوفون عليه الخط الألماني القديم الأصلي. طبعا الكلمات أصلا ما نفتهمها وما نعرف نقراها، الأحرف كانت تختلف. كتابتها تختلف طبعا. المتحف هذا يحتوي على هواي شغلات أثرية مختلفة، من ضمنها هسه هاي الملابس كانوا العساكر يعني يلبسوها والجنود، والأسلحة مالتهم وشغلاتها مجرد عادية يعني كانوا للناس يستخدموها حتى يعيشون بها. وطبعا سقفهم قديم فبعده محافظ على الصورة الأصلية. وهنا آخر شي من خلصنا الجولة نزلنا لحديقة الفصول الأربعة اللي هي حديقة حيل صغيرة. تشوفون طبعا هنا وراي هذول التماثيل كل واحد يختلف عن الثاني، لأن هاي التماثيل عبارة عن الفور سيزونز يعني الفصول الأربعة، وراح أشوفكم إياها عن قريب. أول تمثال بديت بيه هو تمثال فصل الربيع، وهي مرة ملبسيها يعني فستان وباينة من الورد مالته إنه هي للربيع، وهاي صورت لكم إياها من الجهة الثانية. وبعدها رأسا مباشرة بصفها خالين تمثال الخريف اللي هي حتى ألوانها تدل على الخريف، وبعدين الصيف طبعا اللي هو مبينة من عنده يعني عنقود العنب، وبعدين أخير شيء الشتاء. مثل ما شوفتكم قبل شوية بالمصغر مال سنة 1600 اللي هي كانت المدينة مدينة قلاع حالها مثل حال باقي مدن أوروبا، وبالتالي بها سور، وهاي السور بأبراج حتى يراقبون بها العدو إذا إجا عليهم. فباقي هذا الواحد بهاي المدينة اللي هو اسمه شواب توقكي يعتبروه يعني برج أو جسر إلهم، ومن خلال نقدر نصعد إحنا لأعلى مكان بالمدينة داخل المدينة يعني مو بعيد عن السنتر ونشوف المدينة. وهذا الوجه الثاني هنا للمدينة يعني أكيد طبعا بها مباني حضارية. فإحنا هنا طبعا رحنا للبلانيتاريوم اللي هو وجهتنا التالية. البلانيتاريوم معروف بالعربي تحت اسم القبة السماوية، وهي يعني قبة خلينا نقول أو سينما ممكن تدخلون داخلها وتشوفون النجوم أو ترتيبهن بصورة معينة. طبعا إحنا هنا مع الأسف ما خلونا نصور، بس خلونا نصور القاعة البرانية لأنه يخافون من الإضاءة لتخرب الأجواء على باقي الناس. فإحنا أول ما دخلنا كانت هاي الخارطة السماوية قدامنا، خارطة النجوم، وهذا الجهاز اللي بعدين خلانا نعيش أحلى أجواء فعلا كأنه إحنا بالسماء. مثل ما قلت لكم كان ممنوع التصوير حتى لا تصير إضاءة وتشوش على الباقين، ونستمتع فقط. البرامج مختلفة يعني واحد يقدر أكثر من مرة يروح، وأسعارها جدا مناسبة لكل الفئات. وهاي كان بس آخر شيء الكرة الأرضية فقدرت أصورها لكم لأنه يعني كنا بعد خلص البرنامج وكان يسلم علينا فصورتها لكم. ومن هنا طلعنا أنا وصاحبتي بالليل، يعني كان الدنيا مغرب، طبعا هو الساعة 9:30 بالليل يعني مو من وقت، بس لأنه ليلهم هنا يتأخر فحبينا شوية نتمشى في الجهة الهادئة بالمدينة، وتمشينا هنا وقعدنا بعدين بكافيه، فحبيت أشوفكم إياها. من الشغلات اللي كلش أحبها بألمانيا هذا يعني ATM مثل اللي نشتري من عنده عصيرة ومشروبات، بس نشتري من عنده بوكيات ورد بالليل أو أي وقت، نخلي الفلوس هنا بالجانب ونشتري ورد حتى نوديه هدايا.
ولقينا واخيرا المطعم المناسب. تشوفون اجواء ايش قد حلو، كان القمر مكتمل هم بيومها. واكلنا عندهم هاي الاكله المشهوره اللي هي ايس كريم، تجي فوقها كريمه وياها تجي صوص مالت التوت حاره الصوص، بحيث انه الصوص حار ويا الاكل البارد ويا الاجواء كلش راهمه. وما محسوب داخل الألمانيا اللي ما يحضر للعبة البوندسليغا. فإحنا كان أصلا النادي مالتنا للنساء كان دا يلعب ويعني واصل مرحلة زينة النصف النهائي بالبوندسليغا الألمانية، فأكيد رحنا شفنا اللعبة حتى نشجع ودا ندور تذاكر هماتين البوندسليغا للرجال، لأنه مو سهلة أبدا واحد يحصلها إلا تصير عنده عضوية أو يعني مقاعد كلش محدودة، فمو سهلة. فطبعا هنا هماتين عندهم واسطات حتى بهاي الشغلات، فأكيد ممكن نحصل تكت وأشوفكم إياها على الفيديوهات الجاية. مستمرين بمجال الرياضة بس نخفف الهوسة. وهنا الغابات السوداء اللي واحد يقدر مثل ما قلت لكم يروح يتمشى بيها أو يسوي فعاليات مختلفة بيها أو يتسلق. وأنا رحت هنا سويت الفعالية اللي هي الرماية بالقوس والسهم. أكو طبعا الرماية بالمسدس وبغيرها، بس أنا كنت حابة أتعلم هذا الشيء. وأكو هنا جروبات مختلفة يعني مختلفة لكل الأعمار، مثلا الأطفال واحد والشباب واحد والكبار واحد، ومدرب وياهم بأسعار جدا زهيدة، فكان عاجبني أتعلمها ورحت أتعلمتها. واخير شيء الكل يحبه اللي هي الفرايبورغر ميس. الفرايبورغر ميس هي عباره عن يعني مدينه ملاهي ومدينه العاب، بس هي متنقله. انتم تعرفون انه بالمانيا لانه دوله كبيره وبيها يعني عده مدن، فاكيد مو بكل مدينه العاب يعني جاهزه خاصه بيها، بس اكو هاي المدن المتنقله، وهاي تفتر مره او مرتين بالسنه على كل مدينه حسب حجم المدينه. اكو تبقى بيها شهر، اكو تبقى بيها اسبوع، فاحنا مدينتنا تجي بيها بس مرتين بالسنه وتبقى على اسبوع. وكان بيوم تحفيظ العوائل، فانجمعنا احنا كلنا الطلاب ورحنا تونسنا. وراح تشوفونها ماتين بالاخير راح يسوون احتفاليه للصعاديات، حتى انه يعني الناس تحس بهاي الاجواء والمرتبيها كلش حلو، يعني اجواءها جدا لطيفه. وهاي من الاهم معلم الواحد ممكن يزورها، لانه هاي تجي بس مره او مرتين بالسنه بالمدينه الفلانيه، فواحد لازم يزورها. واكيد من نزور مدينه الالعاب لازم ناكل بيها الفواكه اللي هي بالنستله ونستمع لهاي الموسيقى. هاي احتفالية الصعاديات هي دائما يسووها افتتاح لهاي مدينة الألعاب، يعني تصير بأول أو ثاني يوم، دائما طبعا يوم عطلة، فيسووها حتى يجمعون الناس. والناس دائما تحبها لأنه هي يعني مدتها تكون 10 دقائق، وفعلا يتعبون بيها وفعلا يستخدمون فقط صعاديات كبيرة يعني وجودة جدا عالية، وتصير احتفالية منظمة جدا. آخر شيء أشكركم لمتابعة الفيديو، وأتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومتابعة باقي الفيديوهات، طبعا مشاركتها ويا أصدقائكم. أشوفكم المرة الجاية.